السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا على قناه يا ام ياسين. غنصايب معكم هذا الملوي كيجي غزال مورق وخفيف بدون دلك بدون زبده، كيجي غزال 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 وبلا عذاب بلا تماره بلا ما تبقى فيه دلك 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 ودغيا كيوجد وكيجي غزال وخفيف. باش ما نطولش عليكم نبداو نيشان بالمقادير، والا كنتوا اول مره كتشوفوني فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركه الله. غنحتاجوا في المقادير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، ودرت هنايا كاس ديال الزرع حيت ما كنبغيش الملاوي يكون فيهم غير الفورس بوحديتو، كندير معاهم كاس ديال الزرع ديال الدقيق الكامل وكاس ديال الفينو. الا ما بغيتوش ديروا الدقيق الكامل تقدروا ديروا 2 كيسان ديال الفينو. من بعد كنديروا معلقه كبيره ولا 2 معالق صغار ديال الملحه، 2 معالق صغار ديال العسل، وواحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. كنخلطوا هاد المكونات كاملين، من بعد كنجمعوهم بالماء عادي، الماء ديال الروبيني. كنجمعوهم العجينه ما خاصهاش تكون مطلوقه بزاف وما خاصهاش تكون قاصحه، ما بين وبين. انا غادي نوريكم القوام ديالها، ما خاصهاش تكون كتلصق في اليدين وما خاصهاش تكون قاصحه. المهم كنجمعوا العجين بالماء، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، ما تحتاجوش انكم تدلكوها، غير كتديه وتجيبيها واحد شويه في القصعه بحال هكا باش تجمع العجين. صافي هذا هو القوام ديالها، هكا خاصها تكون. من بعد كنجمعوها بواحد شويه ديال الزيت وكنحاولوا ندخلوا فيها داك الزيت بحال هكايا. كناخذوا العجين وكنديروه في شي بلاستيكه وكنخليوها ترتاح. كل ما خليتوا العجينه ترتاح اكثر كل ما كيجيكم الملاوي ديالكم مورقين وكتعطيكم العجين طوع في الخدمه، كيسهل عليكم باش تخدموا هذا الملوي. كل ما خليتوها ترتاح اكثر كل ما كان افضل. ساعه ساعتين 3 ساعات نص نهار اللي كان، المهم كل ما خليتوها ترتاح اكثر كل ما كان مزيان. الخليط هذا باش غادي نورقوا هاد المليويات، غناخذوا الزيت غنديروا فيها شويه ديال الفينو وغادي نديروا نص ساشي ديال الخميرات ديال الحلويات. هذا هو الخليط باش غادي نورقوا هاد المليويات. ما تحتاجوش ديروا الزبده، هانتوما تشوفوا كيفاش كيجيو غزالين ومورقين بلا زبده. شوفوا العجين كتلقات من بعد ما خليتها ترتاح، كتطلق مزيان. انا ما دلكتها ما حتى شي حاجه، غير خليتها ترتاح. وشوفوا كيفاش جات العجينه تبارك الله مطلوقه وجات خفيفه. من بعد كنشكلوا كويرات بهذاك الخليط اللي كنا صايبنا ديال الزيت والفينو وخميره الحلويات. كنشكلوا كويرات على حسب الحجم ديال المقله اللي عندكم وعلى حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. كنخليوهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق. كل ما خليتوهم يرتاحوا اكثر كل ما كان افضل. انا هنا ما خليتهمش يرتاحوا دغيا، زربت عليهم وبديت نخدم بهم حيت كنت مزروبه. المهم كناخذوا الكويره الاولى اللي كورنا وكنحاولوا اننا نطلقوها تكون رقيقه. كل ما رققتوها في الاول كل ما كان افضل. رقوها حتى تبان لكم هذيك الرخامه اللي من التحت، وانتم كتطلقوها وانتم كترشوا هذاك الخليط ديال الفينو وديال الزيت وديال الخميرات الحلويات. المهم نتوما كتطلقوا وانتم كترشوها، نتوما كتشوفوا انا كنطلق وانا كنرش بهذاك الخليط. ومن بعد كنطويو بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا نتوما كطويو وانتم كترشوا. كنطويو بحال هكايا وكنخليوهم على جنب يرتاحوا واحد شويه. انا غنولي نطوي معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه موضحه اكثر. نتوما كتطلقوا نتوما كترشوا بداك الخليط وحاولوا انكم ترقوا العجينه مزيان. كل ما رققتوها مزيان كل ما كيجيكم الملاوي ديالكم مورقين. في الاول ضروري ترقوهم مزيان. صافي من بعد كنطويوهم بحال هكايا وكنرشوا وكنخليوهم على جنب يرتاحوا واحد شويه. منين كيرتاحوا كناخذوا هذيك الاولى اللي طلقنا وكتحاولوا انكم تجبدوها كيف ما كندير انايا في الفيديو. حاولوا انكم تجبدوها مزيان وتطلقوها واحد شويه، من بعد كدوروها وانتم راخفين يديكم، ما تزيروش كاع. حاولوا انكم تبقاو تدوروا وانتم راخفين يديكم باش كيجيوكم مورقين بحال هكايا. راه كلشي موضح في الفيديو راه شرح راسو براسو. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل هذيك العجين كامله اللي عندي. من بعد كناخذوا هذاك الطرف التالي اللي بقى لنا كنقبطوه وكندخلوه في الوسط كيف ما كتشوفوا في الفيديو بحال هكا بهذه الطريقه، بحال اللي كنديروا شي رزيمات. هاد الطريقه هذه سهله، ما تحتاجوش انكم تبقاو طويو بزاف وتورقوا بزاف ولا ديروا وحده في وسط وحده هكا. هاد الطريقه سهله وكيجي الملوي ديالكم غزال بحال هكا كيف بحال شي رزيمه. من بعد كتاخذوا الاولى اللي طلقتوا وكتحاولوا انكم تطلقوها بواحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويه حيت هما اصلا راه كيكون فيهم الزيت مورقين بالزيت.
صافي من بعد كديروا المقله تكون سخونه سخونه مزيان، كل ما كانت المقله سخونه كل ما كان احسن. وكديروا فيها هذاك الملوي ديالكم، والسر باش يجيكم مورقين وناجحين هما انكم تبقاو تقلبوهم ساعه ساعه. هما خضر وانتم كتقلبوهم ساعه ساعه حتى كياخذوا هذاك اللون الذهبي، وعاد كتحيدوهم كتبقاو تقلبوهم ساعه ساعه وهما خضر حتى يذهبوا ويتحمروا، وعاد حيدوهم. انا نحلها معكم وهي مازال في المقله مازال سخونه. شو كيجيو تبارك الله خفيفين ومورقين ما تشبعوش منهم، كيجيو غزالين غزالين. صافي انا كيعجبني الملوي يكون محمر مزيان، ما كيعجبنيش نخليه شويه خضر، كيعجبني نحمرو مزيان في المقله. صافي واستمريت هكا تكملت هذوك الملويات ديالي كامله. واحد الطريقه عمليه الا بغيتو حتى نتوما تستعملوها هي انني كنطيب في جوج مقلات باش دغيا كنسالي. معروفين ان الملاوي كياخذوا الوقت في الطياب، الا بغيتو حتى نتوما ديروا هاد الطريقه دغيا كتسالي وما كتعطلوش. انا غنولي نحل معكم واحده اخرى وهي مازال في المقله باش تشوفوهم كيفاش كيجيو مورقين وخفيفين وغزالين وما كياخذوش الوقت وبلا زبده واقتصاديين وبلا ما تدلكوهم. صافي من بعد ما كطيبوهم كاملين كتبقاو تحلوهم واحد شويه كيف ما درت انايا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو من بعد ما طابوا بردوا. هانتوما كيجيو مورقين وحتى في المذاق كيجيو غزالين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى ما كونش طولت عليكم، وما تنساوش تخليو ليا شي تعليق. اي واحد خلى ليا شي تعليق الله يسهل عليه في هذا النهار. وبسلامه عليكم ونتلاقاو فيديو جديد.